السلام عليكم. دلوقتي واقفين قدام المستشفى اللي هو المدني، وادي كل الاصابات، والناس كل ده بتتعالج. زي ما انتم شايفين طبعا حالات كتير قوي طبعا اللي هي اصابات، والناس كلها بتحاول انها تعالج وتساعد. ميدان مليان على الاخر. مستشفى المدني ورانا وربنا معاه. تعالى طب هو الضرب فين؟ هو محلهم ضربهم فين؟ الشارع ده بس؟ طب تعالى بقى معايا، تعالى بقى نروح الشارع هناك اللي انا رحته امبارح ورحت اول امبارح. هو نفس الشارع. فين شارع محمد محمود؟ ما هو ده اللي بيتضربوا عليه على طول، هو الشارع اللي هناك ده في كل مره بيتضربوا فيه. تعالى معايا، تعالى نشوف. السلام عليكم. دلوقتي رايحين لمكان المواجهه. تعالى محمود. لا انا حكيت جدي ست جابت فين الكتل الاعلامي. رايحين دلوقتي مكان المواجهه. طبعا مش متوقعين الشكل هيكون ازاي، لكن احنا بنقول يا رب. في طلبه من هندسه كمان معانا. زي ما شايفين اكيد في مواجهات، زي ما شايفين الرصيف كله متكسر. احنا مع بعض يا عم سيبك من التصوير. الناس كلها مع بعض. اول ما توصل لك ده وقت عينك بتخاف والله دور عليك يا احمد. اطلع لقدام طيب وهتشوفهم ولا ايه؟ انا هنا. الحمد لله. ممنوع الدخول. مالين الناس اللي جوه دي؟ مالين الناس اللي جوه دي؟ طيب احنا بنطلعه بيطلع الفلوس الدوليه. احنا بنطلعه. خلاص يا ابني ماشيين جوه. في مكاننا وهم اللي هيجوا وزارة الداخلية. لا احنا نخش نضرب وزارة الداخلية. هم هيجوا قبل الحمد لله.
ليه؟ المشير هو المسؤول. أنت يا حبيب قلبي. ابعد هذا القرار. تعال نلف معايا بس نلف الميدان كله نشوف اللي فيه. إسقاط المشير. الشعب يريد إسقاط المشير. قاتل 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 قاتل. يلا عايزين نلف كده مع بعض. تعالى يا جماعه احنا لازم نشوف اللي جوه هو المفيد. يا ابني جوه ايه؟ احنا ايه اللي دخلنا جوه ده؟ كده شارع كده وزارة الداخلية كده هو هناك. ايوه من كلهم هناك الضرب كله عند وزارة الداخلية. احنا بنقف على الجامع. بيقولوا يا ابني لو احنا دخلنا هيقولوا اقتحام. ساكن انت تعمل مشكله وخلاص. يلا كل الناس جوه يا عم، كل الناس جوه. هو عم كده هو اقتحام. ايوه ليك انا احسن. يلا طيب النهارده اليوم الاثنين الموافق يوم 21/11/2011. المظاهرات الان تتحدث عن يريدون اسقاط مشير طنطاوي، ويريدون اسقاط وزير الداخليه اللي هو منصور العسوي، وعايزين يكون متصرف ايضا بتقدم الاستقالة بتاعتها. ممكن الموضوع ده يحصل ان هو تحول لثوره غرب ثانيه تكون على المشير والمجلس العسكري على كل الحكومه. دلوقتي بيقول القرار ان هو يقدر يغير القرار ده اللي هو مشير طنطاوي، وتكتب كلمه هي اللي عملت كل المشاكل دي. اللي يغلط في حاجه لازم نفسه يصلحها. هنا شايفين الميدان كان فاضي الصبح، لكن دلوقتي اتملى شويه. تقريبا يقدر عدد الموجودين بتقريبا 400,000 قربوا كمان مليون. الناس اللي انتوا شايفين انتقلت اللي هي الطرق الجديده، زي جايبين اللي هو الاقنعه مختلفه جدا، واللي جايب نظارات خاصه بتحمي العين. يعني كويس، الناس بدات تشتري حاجات غريبه. وده بيبيع ايه ده؟ شوف ايه بيبيع ايه؟ عارف بيبيع واحد نشتري. سمحت انت بتبيع اقنعه؟ امال ايه دي؟ امال ايه دي؟ قناة ونضارة. كام النضاره؟ ب5 زي ما شايفين بدأوا يبيعوا الأقنعة. بيبيعوا القناع الواحد ب5 جنيه، القناع الواحد قصدي ب10، ونضارة ب5. بيقول لك ايه؟ يبيع نضارة ب5 والقناع ب10. بكام ده حضرتك الواحد؟ ب5 يعني كده السرام كلهم على بعض كده 15. سعر الحاجات دي كلها ثواني كده بس ورا بس على السريع. اشرب الاول. دي سعرها اللي هي ب5 جنيه، دي ب10 ب5، دي ب10 ودي ب5 جنيه. الميدان بدأ يجيب وسائل مقاومة للغاز مثل الدموع. لسه بس شايفين دلوقتي مبتدئة ومجربها دلوقتي قدام استاد النضارة. اعلام بقى. أصلا في إعلام القاهرة، فمسجل حوارات مع حتى لو بموبايل مش مهم. عايزين نجرب النضارة. زي ما شايفين كميات كبيرة جدا بتتباع. هتشتري حاجة؟
لو كلهم ب 10 اشتريهم، لكن الاثنين ب 15. ما هي القناع ب 10 والنضاره ب 5، كده كده 15 كده خلاص مش معايا فلوس ما عنديش الكلام. غيرتنا ساعات عاد انا عارف اوصل له. هو انا عايز اخد كل سوق مع مين؟ اي حد هو في كده. نشوف عادل بس اين هو؟ اين هو عادل؟ هو كان واقف هنا لما تم اختطافه او تم مش عارف ايه. اقول لك ايه طيب اقف انت مع نفسك وراك فين؟ اعمل لك ايه؟ موبايلي؟ وتبات بيقولوا باطل على مستوى طنطاوي. بيبيع القناع الكاتم اللي هو الكبير خالص ده اللي هو اللي ب 10 جنيه والنضاره ب 5، قال كده كله على بعض 15. ايه؟ ايه ده؟ بيصور ازاي يا عم؟ علم مصر ميراثه فعليا وارديس مقفول احسن برضه. مين قال له يفتح في الاول ميدان التحرير؟ معانا مجموعه من المهندسين وبياعين وعربية تتعب في الوسط. ويبدو ان في ضرب، في ضرب قدام. معايا تصور برضه كده. هصور. لو فوقكم بوقف التسجيل مؤقتا حتى نجد شيء الجديد مصوره. رجاء تابعونا وانتظرونا وشكرا. الان نحن معاهم جيد لكن بيضربوا بكل الاسلحه، بيضربوهم بكل الاسلحه اللي معاهم. الرجاله معاهم الجيد معاكم بيضربوهم بكل الاسلحه. الناس كلها هاجت. بدأوا قوات الامن بدأوا الاقتحام. بصوا سبحان الله، وانا واقف اصحاب الاثنين اختفوا من قدامي. بصوا هم راحوا فين؟ في ثانية جريوا، في ثانية اختفوا. شيل الموبايل، شيله ليه؟ قعدنا معكم رطوبات الناس، دايما تكتبين رطوبات الناس كتير اوي. الشعب يريد اسقاط المشير. افتح يا مصر. نقف شوية. ماشي فين طب لما ننزل ونطلع نساعد الناس. انت نزلت قبل كده اللي هو ميدان التحرير ده؟ ماشي انت هدفك انا منزل ساعد الناس وكل حاجه ومعاهم في الطابق وكل حاجه، بس لازم اساعد الناس. هنكسر بقى في الاول يوم الجمعه اللي هو جمعه الغضب ويكون في ناس لازم تعمل حوار تحت. لا نزل اصل كل حاجه النهارده اساعد ضد مشير طنطاوي اللي خرب البلد في كل حاجه. خلاص احنا واقفين من هنا بقى انزل مع ناس دلوقتي الناس عشان اساعد اصور الناس المصابه واوريهم الناس اوريهم المجزره بتاعهم. ناس تطلع الناس تتضرب جوه ومش اي حاجه. اول ما ضربوا طلقه واحده كل الناس اللي قدامنا كانوا جري. ساعد الناس. صحيح بتحقيق وساعد زاد المصاب. انت دلوقتي تتفرج على الناس دي كويس. في حاجه انت بتعملها واقف صح؟ انت بتدخل جوه تطلع الناس المصابه كلها. اللي عايز يدخل الوزاره غير امنعه. قول له راح اجراح للوزاره. انا بقالي سنه. انا دلوقتي صالح ده. خلاص انت خش وادوهم ريتك
معايا ودينا اماكن بعيده نفس نسبه تقدر رواية؟ انا مش ناس انا لسه هطلع ناس مضروبه من الشرطه، هطلعهم من المصاب اشيله وذلك مع ناس ضد بيت المصير. انا ما فيش جمعه واحده من فوق، كل جمعات المليونين نزلتها وكل جمعات كنت مساعد كل الناس، اي حد قدامي حتى لو متضايق يشيله. طلع نقطه نشيله. انا كنت بشيل ناس لوحديا وناس وزن تقيل، ما كانش في حد مساعدني. لو احنا بس التمويل اللي كده دول ممكن يتنشف بكل سهوله. ما النصام يتنسى والنصام من نط من جوه السرعه عشان نصلحهم يكونوا واعيين. انا اصلا اتعودت يا عادل، اتعودت ان انا انزل وتزعل نفسي وتصلح مصاب وجرح حتى لو لوحدي. يبقى غصب عنك مش بمزاجك، تبقى فطره عندك اللي انت لازم تدخل تساعد الناس بأي طريقه. من اللي جوه الناس تذبح اللي جوه ده ايه؟ الناس تتذبح في الشارع الثاني اللي هو اللي جوه ده كمان ايه؟ ماشي احنا عايزين نبعدهم والمضروب بالغلط نشيله. انا بقول لك كنت مشيل ناس لوحدي، انا انقذت ناس حتى اللي هم اللي لو الناس كده وحياتهم انقذتها. انت عايز تخش جوه؟ يا ريت تيجي معايا تخش. الجو جوه زحمه موت. انا مش هدفي ان انا اموت او اي حاجه، انا هدفي ان انا اساعد الناس وانا في بدايه التحريم مساعدهم وانا جوه مساعدهم. احنا دلوقتي كده في الفكره دي احنا بنساعد. انا عايز اساعدهم مش كده بس، اساعدهم كمان ماديا، عايز قادر اشيلهم مساعدهم. الناس كلهم متصل ميداني. تعرف ان كام واحد يموت في المدرسه التحرير بسبب ثانيه او دقيقه او غلطه في النقل او دقيقه واحده تاخر دقيقه واحده فمات. هنطلع فوق ونصور اللي كان معانا في المترو. ما هم دول اللي قعدت اتكلم معاهم في السياسه. تبع التمرين ولا تبع ايه؟ لا هم كانوا مع نفسهم كده بينزلوا يشوفوا الناس زينا كده يساعدوهم، وكانوا جوه كمان بيتضربوا. انا اساعد نفسي في كل حاجه يعني، هدفي في الحياه ان انا اساعد نفسي في كل حاجه يعني، مش عايز فلوس ولا مش عايز اي حاجه. مش عارف ان انا اموت دلوقتي اساسا يعني، لكن لو كانت حياتي هتنقذ جوه ناس ماشي، انا مستعد اضحي بيتي مقابل ان انا انقذ لو حتى واحد بس. مفيش اجمل من انك حد تساعده او تنقذ له حياته. بس الملايين لسه قليل، دوبك هم حوالي 400,000 بس اللي فيه. 400,000 بس. اقل من 400,000 مش كده برضه؟ والله قليل قوي. بص الدوله فاضيه، الدوله الاساسي اللي كانت بيكون فيها كل الناس هي فاضيه. دايره ميدان التحرير. عارف بقى احنا لما احنا كلنا نبقى فين؟ في الدايره دي. الشارع اتفتح، بص الشارع مقفل مغلق. بس هو كده مش هينفع، العدد ده ما ينفعش، احنا لازم اقل يكون في 5 مليون واحد عشان يتم اسقاط المجلس العسكري. ممكن المجلس يطلع مقامك مؤيدين ليه، ممكن خلي بالك. الناس بيقدروا الناس كلها بتساعد. يسقط حكم العسكر. اول مرة اشوف المبنى البعيد قوي ده. هو جديد ده ولا ايه؟ المبنى اللي هناك ده اللي هو الاصفر اللي هو الابيض ده، شايفه؟ المبنى البعيد قوي ده. ايه المبنى ده؟ بنك الاهلي. ايه ده؟ هو ده البنك الاهلي؟ المبنى البعيد قوي ده خالص. الابيض ده. والله العظيم. ده امتى ده اللي هو البناهم؟ امتى بناهم؟ امتى بناهم اللي هو البرجين دول؟ تعرفش؟ تصدق مين ده تحرير من زمان اول مره الاحظ اللي هو البرجين دول. مش عشان خاطر نضاره انا لبسها ولا حاجه، بدات اشوف اللي هي الحاجات البعيده. اللي كان شعبيه هناك، اللي كان شعبيه في ميدان التحرير. احنا محتاجين بس مليون واحد كمان كده على العدد دول خلاص. مليون واحد. هنا بقى فاضي، المفروض بقى احنا اصلا بص فاضي، انا بشوفش الميدان كله فاضي. الدايره في النص فاضيه، ما فيهاش غير خيمه واحده. عارف المفروض التكاتك كل
المواصلات هناك شغالة عادي زي الفل. ندي اخر دقيقة كده تصوير وبعد كده نكمل بعدين. لا شكلها مش هندي دقيقة عشان في مظاهرة كبيرة اهو اللي جاية من هناك. لا تعالوا نروح نشوف مظاهرة كبيرة اهو اللي جاية من هناك دي. دي حاجة زون سلمية لا فيها ضرب رصاص ولا أي حاجة. يلا. لا لازم أعرف المظاهرة هي جاية من فين؟ جاية من جامعة القاهرة يمكن. أيوة المظاهرة اللي أنا سمعت بيها. دول لسه واصلين دوات، دول خارجين بقالهم 4 ساعات متمشوا دول. أنا سمعت كده الصبح مظاهرة من جامعة القاهرة. الناس اللي تابعة أنا بقى من جامعة القاهرة. أيوة يا عم بقالهم 4 ساعات من الساعة 10 هم طالعين. من الساعة 10 الساعة دلوقتي 2 حوالي. ما الساعة 10 الصبح الساعة التلفزيون قال في مسيرة لجامعة لطلاب جامعة القاهرة الساعة 10 دلوقتي خرجت. كده منضمين معانا بص كتير قوي. الطلبة كلهم. طلعت اعلام ولا ايه؟ لا الكليات كلها كانوا مع بعض. هم خرجوا جماعة ناس من الجامعة كده زي كل مرة بنعملها احنا نجمع ناس من الجامعة كلهم بنلف الجامعات وكل طيارة عليه وتعالوا. بص اتحاد طلبة جامعة القاهرة احسن ناس طلبة جامعة القاهرة اكتر ناس وصلوا. مفيش اي جامعة تاني وصلت بالعدد ده زيهم. هم اكتر ناس طلبة هم جامعة القاهرة. زي ما شايفين الداتا بتاع الجامعة. الله اكبر عليك يا مصر. الجامعة الام في مصر اللي هي جامعة القاهرة الام. الجامعة الام جامعة القاهرة. شايفين عدد قد ايه من جامعة القاهرة؟ تقريبا الأعداد بتعدي أكتر من فوق 40,000 طالب وطالبة من طلاب جامعة القاهرة من جميع أنواع الكليات. يهتفوا الشعب اسقاط لا يا ريس هي لسه الله أكبر عليك يا مصر. من الجامعة للتحرير. شايفين الطلبة بالعدد منتوش ابدا. ده كتير اوي. هما كده خدوا نص الميدالية لوحديهم. كده خدوا نص الميدالية كمان واتمنى ونخلص. معظم الطلبة اللي قدامنا من هم الطب. هم لابسين البدلة البيضاء. لا هو الغالبية لا لابس اللي هو الطب. بس هو غالبا ان هو من كل الكليات. لو هم خارجين من الساعة 10 بالظبط. الساعة 2 بقى بقى من 10 في الطريق. ولسه المسيرة مستمرة كل ده ولسه المسيرة ما انتهتش. أخيرا انتهت المسيرة. اتفضل اتفضل لا على ده. شفت الطلبة بتوع جامعة القاهرة قلت له جامعة عين شمس ولا حلوان ولا أي حاجة. هم جامعة القاهرة. يا عم أنا صورتهم. دول خارجين من الساعة 10 الصبح. قالوا على التلفزيون طلبة الجامعة كده خارجين هنا في مسيرة ميدان التحرير. الساعة حوالي 2. لا دول أكتر من حوالي 40,000. شفت العدد؟ دول كتير أوي يا عم كتير أوي. كتير بص كتير أوي. بداية مال لوحدين بيهم. عقبال بقى جامعة عين شمس بتاعتك عشان متجنة عين شمس يا برنس وحلوان. كل الحفلات. لا بص أكتر جامعة. من الآخر عشان تعرف جامعة عين شمس من الآخر كانوا بيعملوا فيها حفلات ورحلات وحوارات كتير. مسؤولين للحاجات دي عشان ما تفوش من الآخر للميدان. لكن احنا بس جامعة القاهرة أكتر ناس مهتمين بالسياسة. 250,000 طالب في جامعة القاهرة لوحديها. أيام الثورة القرارات دي كانوا عايزين يعملوا حفل ايه ناس فاضية بتوع جامعة عين شمس. احنا ناس محترمة ونحب السياسة وكل حاجة. نسيت ان انا ليا قرايب جامعة عين شمس بس هم برضه محترمين قرايبي. لا في ناس كل الناس محترمين بتوع جامعة عين شمس. معانا بعض ناس وحشين بس في جامعة عين شمس هم الناس الوحشين. ما وصلهاش السياح مالوا المكان. والخيم مالت المكان برضه. هم 500 بس كلهم. حاسس
كل مثل اقنعه ونضارات. ايه ده شيوخ اخيرا. ما اصلا بص شيوخ قليلين اوي. هم راحوا هم نزلوا ساعة اللي هو يوم الجمعة اللي فات، اللي هم التلفين والاخوان ولعوها ومشوا، وبعد كده مشوفناش وشهم تاني. بطل هلس بقى يا عم هو بيعمل جروب لده كتير جدا. وكان الاخوان دلوقتي هم فين؟ يا عم انت مش عدد قليل فين؟ ده كانوا اكتر من 5 مليون ساعة اول يوم الجمعة اللي فات. 5 مليون بالظبط العدد كان مالي لحد ما ادخل مصر. هو اللي بيجي، اللي ما عندوش شغل بيجي. طب دلوقتي هم سايبيننا ليه دلوقتي لوحدينا؟ تعالوا نعد مع بعض. بص اراهنك على 100 جنيه ان هم كلهم ما عندوش اكتر من 40 واحد بس. سلف يا اخواني. رايحين فين؟ داخلين له جوه مشاكل ومرحين يهدوا الامور بس. عادات زي دي كده اللي هيشوف مش هيفكر رايح يعمل ايه. اما هم ربنا معاهم ان شاء الله، وربنا معانا وربنا مع كل الناس. نوقف كده شوية ونكمل بعدين الجزء اللي بعده.